هو يعني ايه رقم سحري؟ وايه اللي حصل مع الأستاذ زيد وأهل القرية؟ معاكم فدوى فتحي من تاني حلقات بودكاست مدارس أجيال المستقبل، ويلا بينا نتعرف على قصة سحر الأرقام بين الواقع والخيال مع الأستاذ زيد وأهل القرية. كان يا مكان وفي قصة من قصص الخيال كان في قرية بعيدة جدا كان فيها أستاذ رياضيات اسمه الأستاذ زيد. الأستاذ زيد ده كان غريب شوية. أهل القرية كانوا بيقولوا إنه عنده قدرات خارقة، كان بيعرف يحل المسائل الحسابية الصعبة بنظرة واحدة. ولكن كان في لغز دايما بيحير أهل القرية، وهو سحر الأرقام. في يوم من الأيام الأستاذ زيد عمل تحدي لأهل القرية، وقال لهم إنه مخبي رقم سحري في مكان معين، وإن اللي هيلاقي الرقم السحري ده هيبقى ليه جايزة كبيرة. والرقم السحري ده مش زي أي رقم عادي، الرقم ده مش بيقبل القسمة غير على نفسه أو على الواحد، وعدد أرقامه الأولية الفردية يساوي 7. جريوا أهل القرية يفكروا ويحسبوا ويدوروا ويحللوا عشان يوصلوا للرقم، ولكن للأسف محدش وصل للرقم. بس من ضمن أهل القرية كان في بنوتة اسمها ليلى، كانت دايما بتفكر في كلام الأستاذ زيد وكانت شغوفة بعلم الرياضيات. وفجأة وليلى غرقانة في أفكارها لقيت الحل. تاني يوم جريت ليلى على الأستاذ زيد وقالت له إن الرقم هيبقى 23. وفعلا رقم 23 رقم مش بيقبل القسمة غير على نفسه أو على الواحد الصحيح، وعدد أرقامه الأولية الفردية يساوي 7. أعلن الأستاذ زيد فوز ليلى قدام كل أهل القرية وأخدت الجايزة. وهنا انتهت القصة. بس 23 ده مش رقم عادي فعلا، هو فعلا رقم مميز. احنا عندنا 23 زوج من الكروموسومات. محور الأرض مائل ب 23 درجة ونص. الدم بيحتاج 23 ثانية عشان يعمل دورة كاملة في جسم الإنسان. مات يوليوس قيصر ب 23 طعن. وتوفى شكسبير يوم 23 أبريل. كل ده متعلق برقم 23، وفي ظواهر تانية كتير. ولكن هنا نقدر نقول إن الرياضيات مش مجرد أرقام، دي طريقة نفهم بيها العالم حوالينا، وسر من ألغاز الحياة. ولو تعرفوا رقم 23 ليه ظواهر تانية ايه متعلقة بيه، ياريت تكتبوها لنا في الكومنتس. باي باي.